خلي بالك ان قناعاتك الخاطئة بتأثر عليك دلوقتي، فلازم انت تغيرها وتربطها بالمتعة. يعني القناعة دي لما تربطها بحاجة ممتعة هتلاقي نفسك بتدفع نفسك انك تروح في الاتجاه اللي يخليك متمسك بقناعات تخليك في وقت من الاوقات ناجح. طب انت دلوقتي مقتنع بحاجة ومش عارف تغيرها، تسألتش نفسك ليه القناعة دي مش راضية تروح من دماغك او انت متمسك بيها؟ لان الحاجة دي زمان ارتبطت بحاجة عاطفية حصلت لك وانت بقيت متمسك بيها، سواء كانت الحاجة العاطفية دي توارثتها عن الآباء أو الأجداد أو الثقافة اللي حواليك أو بسبب الأصدقاء. فأنت دايما هتلاقي نفسك مش عارف تغير القناعة دي لأنها بقت ثابتة، عادة ثابتة جواك. فأنت لازم تبص في العمق اللي خلاك مرتبط بالحاجة دي وخلاك مش قادر تغيرها، وتحاول تغيرها وتربطها بحاجة تخليك مستمتع وانت بتعملها، مخلياك في الطريق بتاعك ليحقق لك هدفك اللي انت بتحلم بيه. هدفك اللي انت بتحلم بيه اللي كل ما تبص لشخص معين انت نفسك تكون زيه، او حاجة معينة نفسك تجيبها، او عندك حلم نفسك تحققه، طول ما قناعتك دي ما اتغيرتش طول ما الحاجة دي انت مش هتعرف توصل لها. فانت لازم تبص في الاول ايه اللي خلاك واصل للنقطة اللي انت فيها دلوقتي عشان تقدر تتحرك لحاجة قدام. طب هل انت لما تقتنع بشيء بترجع تشك فيه، ولا بتبقى الحاجة الحقيقة اللي انت بتاخدها في الاول دي بتخليك دايما مقتنع بالحاجة دي؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا شفت حاجة خليتك مقتنع ان الحاجة اللي انت هتعملها دي هي حاجة صح رغم ان هي غلط. انت بس حسيت ان انت مندفع زي ما انت تتفرج على مسلسل او تتفرج على فيلم يأثر فيك، فتروح على طول في الاتجاه اللي يخليك تعمل الحاجة دي بدون ما تفكر فيها قوي. انت بس تأثرت بيها عاطفيا نتيجة الفيلم او نتيجة المسلسل او نتيجة الحاجة اللي انت شفتها من قريب ليك او من بعيد او من صديق، فخلتك تندفع في الاتجاه اللي تخليك تعملها بدون حتى ما ترجع لنفسك وتشوف الحاجة دي صح ولا لا. فانت لازم لما تبتدي في قناعة جديدة تعرف انت المصدر بتاعها كان ايه، عشان تبقى واقف على ارض ثابتة وتبقى القناعة دي راسخة جواك، ما توصلش ان انت متصلب الرأي في الحاجة دي وفي الاخر ما تعرفش توصل، فهيبقى قرارك فاشل. وبالتالي مش هتعرف تنمي ذاتك في الاتجاه اللي يخليك سعيد. انت دايما بتتجنب الالم فبتروح للسعاده. بتشوف الفيلم بيحقق لك امنيه في دماغك، الامنيه دي ما دام اتحققت بالطريقه اللي انت شايفها في الفيلم فخلاص هو ده الطريق. لا، مش هو ده الطريق، لان في الفيلم او في المسلسل او في الحاجه اللي بتاثر بيها، خصوصا المسلسلات والافلام، المخرج بيبقى اوفر فيها بحيث ان انت تتخيل ان انت لو عملت الاوفر ده هو اللي هيوصلك. والحقيقه مش كده خالص. الحقيقه ان انت لو دخلت في التفاصيل هتخش عن طريق انك تكافح وتروح في الطريق ده عشان توصل. سألت نفسك ليه قناعاتك بتتهز لما حد يجي يناقشك فيها؟ السؤال ده بتسأله لنفسك لما مثلا واحد يقول لك انت لبسك ده مش عاجبني، او يقول لك مثلا حاجه انت واثق فيها او دلوقتي انت مش متلجلج فيها، يقول لك والله ابنك مثلا مش عاجبني، ابنك بيتصرف غلط، انت بقيت تعمل حاجه غلط، فتبتدي بقى تشك في نفسك. الارجل الثابته اللي بتدعم ترابيزه الثقه فيك بقت تتهز، لانك انت ما بقتش مؤمن بالحاجات اللي كنت مؤمن بيها زمان دلوقتي. فتبتدي القناعات دي تتغير جواك، يبتدي حد يلعب على الحاجات دي فيهزها جواك ويبتدي يغيرها في الاتجاه اللي هو عايزه. انما انت لما تروح لحاجه تخليك مقتنع بيها وتقرا عنها شمال ويمين وتسال عن مصادرها وتبقى واقف على ارض ثابته، محدش هيقدر يهز القناعه دي فيك. اضرب لك مثل دلوقتي زي لوحه الكيبورد كويرتي اند ديفورك. كويرتي دي اللي هي اللوحه الانجليزيه اللي هي بتبتدي QWERYT. ديفورك دي بتعتمد على انك بتكتب باربع اصابع، تكتب بحروف اللغه الاساسيه اللي هي حروف المتحركه في اللغه الانجليزيه. احنا بنتكلم عن اللغه الانجليزيه ده لان احنا عندنا قناعه ثابته ان احنا لو استخدمنا الاربع اصابع بايدينا هنبقى سرعه جدا، اللي هي الكتابه العمياء. لما نكتب بسرعه جدا، لو كتبنا بالطريقه دي عامه يعني نكتبها لك في الوصف هنا، هتعرف ان الطريقه دي احنا وارثينها من 120 سنه بدون ما نعرف المصدر بتاعها، في حين ان الكتابه على ديفورك بالاربع اصابع بس سريع اسرع من انك تكتب بالثمان اصابع. ليه بقى؟ لان احنا هم اللي عملوا دراسات زمان عرفوا ان الكتابه بالكيبورد بالثمان اصابع يوزعوا الحروف على الكيبورد بطريقه بحيث ان هم يشتتوا الحروف الاكثر استخداما. احنا بنستخدم حاجه كتير قوي في الحروف دي فما نحطهاش جنب بعض، لان احنا لو بنحطها جنب بعض الآلة الكاتبة زمان كانت بتطبع الحروف بتخلي الزرار اللي جنبه يتحرك فتبوظ الخطاب اللي انت بعته او الكتاب اللي انت كاتبه. فاضطروا ان هم يوزعوها بشكل اللي يخليها الحروف متشتتة، كل حرف في حتة
ويعودوا الاصابع عليها. وبالتالي احنا طريقه ديفورك دي احنا اهملناها تماما. فمين اللي اثبت او مين اللي خلى طريقه كورتي دي هي اللي تمشي على مدار 120 سنه؟ القصه كانت في ان واحده معلمه كانت بتتحدى واحده ان ادعت ان هي تقدر تكتب باربع اصابع بس اسرع من ان هي تكتب بثمان اصابع. المعلمه دي قالت لها لا، الثمان اصابع اسرع، وجابت حد في المسابقه دي كان بيطبع بالثمان اصابع بسرعه جدا عشان يتحداها وتفوز في المسابقه، وقد كان. واعترفوا بساعتها ان الكتابه بالثمان اصابع اسرع من انك تكتب باربع اصابع، في حين ان ديفورك الكتابه دي بتعتمد على ان الحروف المتحركه في اللغه الانجليزيه اللي بتبقى في الوسط تحت الاصابع اكثر استخداما، اللي هي بتبقى على سطر واحد. انا هجيب لك دلوقتي صوره لديفورك وهتعرف ان هي كفاءتها 75% اكتر سرعه من الكوارت. فتولدت، فاحنا فضلنا نتوارث وننقل على مدار 120 سنه ان الكوارت دي احسن من الديفورك، وبقت عندنا قناعه ثابته ان اللي بنعمله في الكوارت دي احسن من الديفورك. فاحنا لما بصينا في المصادر ورجعنا عرفنا اساسها ايه، عرفنا ان احنا عندنا كانت قناعه خاطئه. لما بصينا للمصدر عرفنا ان القناعه خاطئه، فبالتالي احنا هنعرف الحاجه الصحيحه وهنمشي عليها. طيب انا عارف ان في بالك سؤال تقول طب احنا ما مشيناش بالديفورك دي دلوقتي ليه؟ لان انت عندك في الكمبيوتر او في اللابتوب الدنيا كلها عندك بقت متظبطه على 8 اصابع، مش بطريقه اللي هي ديفورك. تيجي تعمل كنترول اتش او مش عارف او كنترول دبليو، حسب الحاجات دي كلها هتلاقيها كلها متظبطه على الكيبورد دي. بس انت لو جبت الكيبورد الثانيه وبدلت اماكن المفاتيح هتلاقي فعلا اسرع من الكتابه بثمان اصابع ب 75% زياده. قناعتك دي لما تبقى صح هتديك لطريق الثراء. ازاي تبقى ثري؟ الموضوع ما بيجيش في يوم وليله، بيبتدي بخطوات، بيبتدي بان انت بتغير قناعاتك، بيبتدي ان انت تعرف انت واقف على ارض ثابته فين، بالتالي هتعرف انت رايح فين. السؤال اللي بعد كده واللي عايزك تساله لنفسك، هل انت بتدور على حد يزود قناعتك دي، ولا كل ما تيجي تشك في القناعه بتاعتك دي خلاص بتستسلم للامر؟ انت لازم تحط نفسك في بيئه فيها ناس بيخلوك مقتنع باللي انت بتعمله، يزودوا قناعتك. يعني انت مثلا نفسك تسافر، لازم تقعد في وسط يحمسك انك تسافر ويشجعك على كده، ما يبقاش واحد يقولك لا انت هتسافر ليه فيحبطك فتقول لا انا مش هسافر. انت لو قعدت في وسط المجتمع دي هتعرف خبايا واسرار انت عمرك ما كنت هتعرفها لو كنت لوحدك. لازم تلاقي حد يدعمك، سواء اصدقاء، والبيئه المحيطه بتلعب دور كبير جدا في الموضوع ده. اصدقاء، سواء انت حاجه متابعها، سواء انت بتسال، لانك انت لما بتسال حد قريب من الموضوع ده بيشجعك بطريقه كبيره انك تكمل. نرجع بقى لسؤال تاني عايزين نساله ونقول، هل القناعه تختلف عن الراي والعقيده؟ في الحقيقه ان القناعه بتتقسم لثلاث حاجات: راي وقناعه وعقيده. ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ الفرق بين ان الرأي ده ممكن تاخده وترجع فيه، لان انت ما عندكش حاجة ثابتة، هي مجرد ان انت بنيته على افكار كانت عندك قديمة، لكن ما عندكش ارجل ثابتة تدعم رأيك، فالرأي ده ممكن يتغير. تقول انا مجرد قلت رأيي، لكن ممكن انه يتغير. حاسس باللي انا عايز اقوله؟ انما القناعة لا، بيبقى انت عندك مصادر تخليك تثق في الحاجة اللي انت بتعملها دي، وبالتالي قناعتك هتبقى مش هتتغير وهتبقى شبه ثابتة او انت مؤمن بيها. طب العقيدة انت بتعملها بقناعة كبيرة جدا نتيجة انك ربطتها باحداث عاطفية اثرت فيك، وانت بتتجنب انك تعمل عكسها عشان تتجنب ألم ان انت بتخالف العقيدة. فالعقيدة دي حاجة راسخة او حاجة ثابتة جواك بتخليك تكمل في الطريق. احنا عايزين بقى ايه نعمل ايه؟ نوصل القناعة للعقيدة، الحاجة اللي انت مقتنع بيها توصل للعقيدة، لانها لما توصل للعقيدة انت هتبقى عندك طاقة كبيرة انك تكمل. ازاي هتوصل انك تبقى مكمل في الطريق انك توصل للعقيدة؟ لازم تبدأ بقناعة اساسية انت مؤمن بيها، يعني حاجة انت مؤمن بيها وتبدأ بيها ايه، هتدرج نفسك عشان توصل. تاني حاجة، ابحث عن قناعات جديدة بتعزز القناعات دي. كل ما كانت بتدعم القناعة بتاعتك اللي انت مبتدي بيها اساسا، طبعا هتشجعك. كل ما الحاجة الصغيرة بتجمعها حوالين بعضها بتكبر الحاجة الكبيرة دي، وده حاجة منطقية. انك لما تدور على القناعات اللي بتثبت زي الارجل اللي بتثبت الترابيزة كويس او زي قواعد المبنى اللي بتمسكه كويس، فانت كده بتزود قناعتك دي اللي هي توصل لدرجة العقيدة. لازم تشوف ناس استمروا في الحاجة دي وعملوا الحاجة دي ونجحوا فيها، زي واحد عمل ريجيم وابتدى يخس وابتدى ينجح.
انت لازم تساله انت حسيت بايه في الاول، طب هي اثرها عليك في ايه، هل نمط حياتك اتغير، هل انت لما دخلت وعملت الرجيم ده لقيت نفسك ضعيف في الاول واستسلمت، ولا انت كملت، طب كملت ازاي. فقناعتك دي عشان توصل للعقيده وتبقى تجيب نتيجه عليك، لازم تدور بنفسك، لازم تشوف اصدقاء ليك، لازم تبتدي من عقيده ثابته. انت عارف ان انت لو ابتديت رجيم، الرجيم ده هيخليك صحي ورياضي ومفيش الام لا ازمات ولا نوبات قلبيه هتصيبك وهتبقى رشيق. هل انت لو رحت الجيم والتزمت بنظام غذائي معين، هل ده هيأثر عليك؟ طبعا هيأثر عليك. لازم تتخيل الحاجات دي كلها، لان الحاجات دي كلها هي اللي بتخليك في الاخر توصل لمستوى العقيده اللي تخليك تكمل سنين وسنين قدام. في نهايه الفيديو، هل عندك خلفيه انك كان عندك قناعه وبعد كده القناعه دي انت زودتها لمستوى العقيده وانت ماشي عليها دلوقتي ولا لا؟ ما تنسناش باللايك والشير عشان نوصل لعدد ممكن، لان ده بيدعمنا في ان احنا نستمر ونكمل.